تعالوا بقى نعمل النهارده وصفة الجناش الخطيرة جدا دي. شايفين بقى الجناش ولمعة الجناش كده وحلاوته، تقدري تغلفي بيه اي كيك عندك، هتحوليها كده لكيكه فخمه وطعمها جميل. تقدري مثلا تعملي بيه وصفات حلا كده بارد، فمن الحاجات كده اللطيفه جدا اللي تقدري تعمليها في البيت. وكمان كان عندي كريمه لباني من موتزاريلا فريش، فكنت حابه ان انا اجربها. فتعالوا نشوف بقى بمكونين هنعمل ازاي الجناش الخطير جدا ده. اول حاجه معايا كده قالب شوكولاته، اي نوع شوكولاته انت بتفضليه. انا معايا هنا شوكولاته سما، القالب ده بيكون 200 جرام زي كده ما مكتوب على القالب 200 جرام. لازم كده ازود نفس مقدار القالب، ازود عليه كريمه لباني. هاخد كده معايا 200 جرام من الكريمه اللباني بما يعادل كوب كده من الكريمه اللباني. انا مستخدمه كريمه لباني من موتزاريلا فريش. هبدا ان انا اسخن معايا او اغلي معايا الكريمه اللباني. فمعايا بقى هنا الكريمه وصلت معايا كده لدرجه الغليان، يعني بتاخد معاكي بس غلوه واحده. وبنبدا ان احنا نكسر معانا قالب الشوكولاته، ونبدا ننزل كده بقالب الشوكولاته على الكريمه اللباني، ونبدا ان احنا نقلبهم كويس جدا مع بعض. هتلاقي بقى كده كل المكونات بتسيح كده مع بعضها، وبتلاقي معاكي صوص الجناش كده ايه بيبدا ان هو يتكون معاكي. وزي ما انتم شايفين خطواتها سهله جدا وطريقتها مظبوطه قوي. بس اهم حاجه لا تقللي ولا تزودي الكميه، يعني لا تقللي كميه الشوكولاته ولا تقللي مثلا كميه الكريمه اللباني، ولا العكس، لا تزودي كميه ولا تقللي كميه. لازم الكميات تكون قد بعضها بالظبط. 200 جرام شوكولاته هتزودي عليهم 200 جرام كريمه لباني. كيلو شوكولاته هتزودي عليه كيلو كريمه لباني. فمهم جدا ان تكون المقادير متساويه. وبتبداي بقى ان انت تقلبي بقى كل الخليط، وكل ما دوبتي بقى كميه الشوكولاته مع الكريمه اللباني اللي احنا غليناها هيبدا يكون معاكي احلى صوص شوكولاته او احلى جناش. بتسيبيه بقى لحد ما يبرد معاكي، وكل بقى ما الصوص بدا ان هو يبرد معاكي كل ما هيتقل معانا اكتر من كده. ولو سبتيه في التلاجة شويه هيتجمد معاكي، وتقدري تحفظيه في الفريزر في علبه تكون محكمه الغلق. وده بنات كان صوص الجناش اللامع الخطير جدا. جربوه هيعجبكم قوي. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد ووصفه جديده، ومع الف سلامه.